ما تحاربوش حسام حسن، ادوله حتى ربع فرصة من اللي أخدها المدربين الأجانب اللي جم دربوا منتخب مصر. حسام حسن هو الوحيد اللي ممكن يكمل المسيرة اللي بدأها محمود الجوهري وكملها الكابتن حسن شحاتة، وبإذن الله هيكون حسام حسن هو ثالث المدربين المصريين العظماء اللي هيحققوا تاريخ مع منتخبنا الوطني المصري، وهقول لحضرتك ليه. بس قبل ما أكمل كلامي عايز الناس اللي بتهاجم العميد تهدى شوية ويفتكروا حاجة واحدة: أكم مدربين أجانب جم دربوا النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر ما كانش حد يعرف عنهم حاجه، عمرنا ما سمعنا عنهم، جايبينهم من على القهوه والله. وجم وقعدوا مع منتخب مصر شهور ومشوا وبقوا نجوم دلوقتي في الخليج وفي افريقيا وفي اوروبا كمان، بقوا لهم اسماء وبقى لهم اسعار دلوقتي. بص الموسيماني فين دلوقتي والخليج بيتهافت عليه. بص للراجل اللي ماسك الكونغو دي صبر اللي جه درب في الاسماعيلي هنا في مصر وما كانش حد يعرفه، النهارده ماسك منتخب تقيل قوي في قبل نهائي افريقيا. مدربين كتير مش هقدر احصرهم، لكن عايز اقول لكم اي مدرب بيبقى له الشرف انه يدرب منتخب مصر او النادي الاهلي او النادي الزمالك، اعظم فرق ومنتخبات افريقيا. علشان كده بقول لكم اصبروا على حسام. حسام حسن كان بيتمنى ان هو يكون مدرب منتخب مصر. حسام حسن الناس اللي بتقول ما عندوش خبرة، درب أندية كبيرة جدا في مصر، درب نادي الزمالك، درب منتخب الأردن، يعني عنده خبرة دولية ولعب في بطولات أفريقية وعربية. حسام عنده خبرات يا جماعة، خبرات كبيرة جدا، محدش يقول على حسام ما عندوش خبرة. حسام مندفع وعصبي، معاكوا حق، لكن الدنيا بتعلم، لكن الظروف اللي مر بيها العميد بتعلم. لكن ان طوب الارض يقسم على حسام حسن عميد الكرة في مصر التاريخ، انا مش بدافع عن حسام لاني اعرفه او لاني ليا مصلحة معاه. حسام حسن لعيب كورة وتاريخ محترم جدا لمنتخب مصر. حسام حسن اسطورة، اللي زيه بره معمول له تماثيل. حسام حسن اللي زيه سونج في الكاميرون وما يجيش ربع تاريخ حسام. ماسك منتخب الكاميرون وخرج بيهم من بطولة افريقيا اللي فاتت وخرج من البطولة دي وبرضه متمسكين بيه. شوف مدرب منتخب السنغال، لاعب من الجيل الذهبي من جيل حسام، عامل ايه مع منتخب بلده. شوف صامويل ايتو رئيس اتحاد الكوره في بلده. ايه يا جماعه، حسام حسن قيمه وقامه لازم نحافظ عليها، ما تربطناش بيه اي حاجه غير ان احنا بنحبه. حسام حسن ما اعرفوش وماليش اي مصلحه عنده، لكن اتمنى ان حسام يتحط في مكانه الطبيعي. حسام حسن تاريخ، وان شاء الله ان شاء الله يكتب تاريخ كمدير فني لمنتخبنا الوطني المصري باذن الله. مدير فني وطني هو الاولى. حسام ابن بلدك ياخد الفلوس ولا يجي اجنبي يضربك على قفاك وياخد الفلوس ويمشي؟ يجي اجنبي مش عارف حاجه يضحكوا عليه ويستمسروا من وراه وياخدوا من وراه فلوس. خلي ابن بلدك ياخد الفرصه. الناس اللي بتهاجم حسام بتقول ما عندوش خبره وما عندوش تاريخ، ادوا له فرصه، ادوا له فرصه 3 4 شهور واتفرجوا على شغل حسام حسن. ادوا له فرصه مع منتخب مصر الوطني، مش مع نادي ما عندوش ادوات. الناس اللي بتقول حسام ما اخدش بطولات، ما تقوليش حسام حسن مع المصري وصلهم رابع دوري، عايز منه ايه تاني؟ مع الاتحاد السكندري وصلهم رابع وخامس دوري، عايز منه ايه تاني؟ حسام حسن لعب بادوات ضعيفه يا جماعه، ورغم كده كان بيحاول وكان بيحفر في الصخر. حسام حسن يمسك منتخب مصر هيبقى لحسام هيبه والمنتخب مصر هيبه وبيننا الايام. حسام عنده شخصيه قويه، مش هيجيلك لعيب يتدلع عليك. ابراهيم حسن كمدير كوره مع شيء من ضبط النفس عنده شخصيه فولاذيه، مش هيجي لاعب يتدلع عليه. سعفان الصغير كمدرب حراس مرمى وليه تحفظ عليه لان سعفان عصبي وليه بعض العداوات في الكوره، ولكن لو ركز كمدرب حراس مرمى هيكون عنده شفافيه ومش هيكون فيه مجاملات. هنشوف 23 لعيب في منتخب مصر ولا 25 ولا 27، اي حد منهم يلعب هيأدي، اي حد منهم يلعب هيفيد منتخب مصر. مش واحد كان واخد لي 10 لعيبه والباقي كلهم كومبارس واحنا راضيين بيه وبنقول يقعد، عايزين اجنبي يضحك علينا ويضربنا على قفانا. ادوا فرصه لحسام حسن وخلينا نشوف انتاجه، ادوا له فرصه سنه واحده، ما احنا بقالنا 13 سنه عجاف. اصبروا على حسام وان شاء الله ان شاء الله حسام هيشرفنا ويرفع راسنا.